الموت يفجع الفنان باسم السمرة في أول يوم رمضان، وداع صعب جدا. بدأ باسم السمرة أول يوم رمضان بأصعب خبر ممكن يتلقاه أي إنسان بعد ما أعلن الخبر الوفاة الصبح على صفحته الرسمية. الخبر نزل كالصعقة عليه وعلى محبيه، خاصة إنه كان بيطلب من جمهوره الدعاء ليها في آخر أيام حياتها، ولكن القدر قال كلمته الأخيرة. نشر باسم السمرة الخبر بنفسه وحدد كمان موعد الجنازة والعزاء. نشر على فيسبوك بكلمات كلها حزن وقال: توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة. وأكد أن صلاة الجنازة هتكون بعد صلاة العصر في مسجد الصباح آخر شارع الهرم، حيث يستعد لوداعها وسط حالة من الحزن الشديد. أيام صعبة مر بيها قبل الفراق. كانت والدته بتمر بوعكة صحية شديدة دخلت بسببها المستشفى، وكان عنده أمل إنها تتجاوز الأزمة، لكن ودعها في النهاية بألم كبير. رغم الحزن اللي بيعيشه الفنان باسم، كان لسه متعرض لإصابة في إيده أثناء تصوير مسلسل العتاولة اتسببت في 10 غرز، لكن وقتها طمن الجمهور وقال إنها عدت على خير. لكن الوجع الحقيقي هو فراق والدته اللي مفيش حاجة توصفه. الجمهور وأصحابه بيشاركوه حزنه، الدعوات بتنهال عليه في كل مكان. يا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة ويرزق أهلها الصبر والسلوان.